اول حاجه ما ينفعش نقولها لحد مكتئب، اول واهم حاجه ما ينفعش نقولها لحد مكتئب: قرب من ربنا وانت هتبقى كويس. احنا يا جماعه كلنا عارفين انه في ربنا، وهو اوريدي عنده تأنيب ضمير ان هو مش قادر يقرب من ربنا، مش عشان هو وحش، عشان هو مش قادر يقوم بمهامه اليوميه العاديه خالص، من ضمنها ان هو مثلا يصلي. هو مش قادر يعمل ده، فانا لما اقول له قرب من ربنا انا كده بخليه ضميره يأنبه على تأنيب ضميره اللي عنده، انا بلوم عليه اكتر، فبيجي له تأنيب ضمير مضاعف، فانا مش بساعده خالص. هو اوريدي كيمياء مخه متغيره بشكل ما، وهو هيبقى احسن واوريدي هيقرب من ربنا لما الدنيا دي تتظبط. دي اول حاجه واهم حاجه ما ينفعش اعملها. تاني حاجه ما ينفعش ان انا اعملها ان انا الوم عليه: ما انت لو كنت عملت كان حصل كذا وكذا وكذا، انت ازاي ما تعملش كذا وكذا وكذا. ما هو مش عايز يسمع ده، ما هو عارف على فكره ان هو لو كان عمل كذا كان هيحصل كذا. تالت حاجه: ما قارنوش بحد تاني، يعني ما اروحش اقول له ما فلان عمل كذا وكذا وكذا، ما اشوف صاحبك الفلاني عمل مش عارف ايه، او انا في الموقف العلاني عملت كده. ما اقلبش الموضوع على نفسي، يعني هو بيحكي لي في حكايه وفي قصه اقول له والله انا في مره حصل معايا نفس الموقف ده وانا عملت فيه واحد اتنين تلاته. هو مش في حالته الطبيعيه عشان تقارنه بنفسك وانت في حالتك الطبيعيه. اخر حاجه ان انا ما اقولوش نصايح هو مش عايز يسمعها. الناس وهي مكتئبه مش عايز تسمع نصايح، يعني هو مش طالب نصيحه، هو لما بيجي يحكي اللي عايز يسمعه حد يسمعه بس، من غير ما يقعد ينظر عليه.